ده اطعم واسرع سندوتش هوت دوج ممكن تعمله. هوت دوج بكيني بالموتزاريلا سريع جدا، مش بياخد 10 دقايق على بعض، وطعمه خطير. في الاول قطعت فلفل الوان مشكل شرايح بالطول كده، وانا بحب اخليها شرايح رفيعه عشان تستوي بسرعه واقدر احطها في السندوتش بسهوله. جبت بصلتين صغيرين وقطعتهم شرايح برضو بالشكل ده، وبرضو بحب اخلي شريحتها رفيعه. الهوت دوج هقطعه نصين، وبعدين برضو هقطعه شرايح رفيعه كده، بتكون اجمل في التسويه. انزل الهوت دوج ياخد تشويحه سريعه، وبعد كده على طول انزل الفلفل الالوان وانزل البصله المتقطعه. هنزل فصين توم مهروسين بيدوا طعم حلو جدا، وبعدين اقلب شويه وانزل المشروم متقطع شرايح. هقلبهم شويه، وبعدين اجيب العيش اللي هعمل فيه سندوتشات وافتحه نصين واحمصه. انا بستعمل عيش باجيت فرنساوي المقرمش اللي عملناه في الفيديو قبل كده، طعمه خطير وبيشيل كميه كبيره. هتلاقوا الفيديو بتاعه تحت في الوصف. بعد ما اتحمص كويس هشيله، وندهن قاعده السندوتش باي جبنه كريمي تفضلها، المهم تكون جبنه سهله الفرد. بعد ما الهوت دوج استوى هنوطي النار شويه وننزل صوص الباربيكيو حوالي 3 او 4 معالق كبار. نقلب شويه عشان المكونات تشرب الطعم، وبعدين ننزل صويا صوص، ويمكن هي اكتر حاجه بتدي طعم مميز جدا للسندوتش ده لما تعملوه. فلو مش موجوده مش مشكله، لكن لو موجوده هتلاقوها تفرق كتير جدا في الطعم. بعد ما استوى اطفي النار واحطهم في طبق عشان ابدا اجهز السندوتشات بتاعتي. نبدا نرصهم في سندوتش، وهنلاقي ان الهوت دوج وهو متقطع بالطول بيسهل علينا الموضوع. هنحط عليهم من فوق جبن مشكله حسب الرغبه، المهم تكون جبن بتسيح، وبعدين نحط عليهم جبنه موتزاريلا ويفضل تكون شرايح. ودلوقتي هندخل السندوتش الميكروويف لمدة 5 دقايق بس عشان الجبنة تسيح، وممكن نقطعه نصين لو حجمه كبير على الميكروويف. وكده ده شكله بعد ما طلع من الميكروويف. طبعا كان سخن جدا، ما كنتش عارف امسكه، والجبنة كانت طالعة من كل حتة فيه. ممكن تعملوه في عيش فينو عادي، لكن في العيش الفرنساوي بقرمشته المميزة دي، وكمان بياخد حشو اكتر كتير زي ما انتم شايفين. وطبعا الموتزاريلا غير طعمها الرائع، فهي بتساعد ان كل المكونات تمسك في بعض كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا على المشاهدة للآخر.